حل درس التجارة في بلدي. السؤال الأول: اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة. كانت لمصر قديما علاقات تجارية مع حضارة الصين. الإجابة عندنا صواب. اتنين: ارتبطت مصر بالهند قديما بطريق اسمه طريق التوابل. طبعا الإجابة عندنا هنا هتكون خطأ. لدى مصر فائض في الميزان التجاري حاليا؟ لا، للأسف مصر عندها عجز في الميزان التجاري حاليا. قناة السويس تعتبر من أهم الموانئ التجارية قديما؟ لا طبعا، هي مش قديما، هي حديثا. طيب يبقى الإجابة خطأ. أصبحت لمصر علاقات تجارية مع معظم دول العالم مثل إيطاليا وألمانيا. الإجابة صواب. ما المقصود بالميزان التجاري؟ الميزان التجاري هو الفرق بين الصادرات والواردات. اختر الإجابة الصحيحة. ارتبطت رحلات حتشبسوت التجارية والتي صورتها على معبدها في الأقصر بدولة نقط: دولة السودان، دولة لبنان، دولة سوريا، دولة الصومال. طبعا دولة الصومال اللي هي بلاد بنط قديما. المدينة المصرية القديمة والتي كانت مركزا للتواصل الحضاري مع دول أوروبا هي الأقصر، الأسكندرية، منف ولا دمياط؟ طبعا عندنا مدينة الأسكندرية. منتج كانت مصر تصدره قديما والآن تقوم باستيراده هو المعادن، الحبوب، الآلات، البلاستيك؟ طبعا عندنا الحبوب. عندما تكون الصادرات أقل من الواردات فإن الميزان التجاري يكون في حالة عجز ولا فائض ولا زيادة ولا تعادل؟ الميزان التجاري هيكون في حالة عجز. ساعد طريق الحرير على ربط مصر بقارات العالم القديم وحضارته مثل حضارة فينيقيا ولا الصين ولا الرومان ولا الإغريق؟ طبعا عندنا حضارة الصين. أحد الصادرات المصرية الحديثة والتي تدل على جودة التصنيع المصري: الفوسفات، الملابس، الغاز الطبيعي، الفواكه؟ طبعا عندنا الملابس. اكتب ما تشير إليه العبارة: طريق تجاري اشتهر بربط مصر بقارات العالم القديم وحضاراته كحضارة الصين وحضارة الهند والعراق. طبعا ده طريق الحرير. طريق تجاري اشتهر نتيجة ازدهار تجارة التوابل بين أفريقيا وأوروبا. هو شرح اسمه، يبقى اسمه طريق التوابل. قناة مائية تصل البحر الأحمر بالبحر المتوسط عندنا اسمها قناة السويس. أربعة: الفرق بين قيمة واردات الدولة وصادراتها. طبعا ده اسمه عندنا الميزان التجاري. صنف المنتجات التالية: أي منها صادرات وأي منها واردات. السيارات طبعا دي عندنا واردات. الحديد طبعا ده صادرات. الفوسفات بنصدره صادرات. الملابس، مصر مشهورة بصناعة الملابس، يبقى الصادرات. الفاكهة صادرات. الآلات الصناعية طبعا واردات. قارن بين صادرات مصر قديما وحديثا. صادرات مصر قديما عندنا أهمها الحبوب والذهب والكتان، ورق البردي، الأواني الزجاجية. أما صادرات مصر حديثا فهي الحديد والفوسفات والفواكه والخضروات والغاز الطبيعي. السؤال السابع: بما تفسر أهمية قناة السويس؟ طبعا قناة السويس مهمة جدا، إنها مصدر للعملات الأجنبية. تسعى الدولة لتشجيع المواطنين على شراء المنتجات الصناعية المصرية لتقليل الاستيراد. طبعا ليه؟ لتقليل الاستيراد من الخارج وسد عجز الميزان التجاري. ما النتائج المترتبة على اللي صادرات مصر أقل من وارداتها؟ طبعا وجود عجز في الميزان التجاري. شراء المواطنين للمنتجات المصرية هيترتب عليه ايه؟ هتقول يترتب عليه تقليل الاستيراد من الخارج وسد عجز الميزان التجاري او تقليل عجز الميزان التجاري. دلل على صحة العبارة التالية: للدولة جهودا لتطوير المواني التجارية. هتقول له عن طريق زيادة عدد الأرصفة بالمواني والذي يؤدي إلى زيادة عدد السفن. موقع مصر الجغرافي له أهمية تجارية. هتقول له مصر تتوسط قارات العالم القديم: آسيا وأوروبا وأفريقيا، وتطل مصر على بحرين، وزادت أهميتها بعد حفر قناة السويس. ما مقترحاتك لتحقيق الفائض في الميزان التجاري المصري؟ طبعا مقترحاتي: زيادة الإنتاج الزراعي والصناعي، تقليل الاستيراد من الخارج، تشجيع شراء المنتجات المصرية. ما مقترحاتك لتطوير التجارة المصرية؟ تقريبا الإجابة واحدة: الاهتمام بالزراعة والصناعة وزيادة التصدير للخارج وإقامة مشروعات جديدة. طيب السؤال الحادي: ما العلاقة؟ 11: ما العلاقة بين قناة السويس والعملات الأجنبية؟ هتقول له قناة السويس مصدر للعملات الأجنبية وهي ممر ملاحي هام.
ما العلاقة بين الميزان التجاري والصادرات والواردات؟ هنقول كلما زادت صادرات الدولة عن الواردات سيكون هناك فائض بالميزان التجاري، وكلما قلت الصادرات عن الواردات هتقول ايه؟ سيكون هناك عجز بالميزان التجاري. أسئلة امتحانات الإدارات. أمامك خريطة صماء لمصر، اكتب مدلول الأرقام عليها. 1 ميناء، طبعا ده ميناء مشهور جدا وهو ميناء الإسكندرية. 2 قناة تربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، القناة دي طبعا دي قناة السويس. 3 مطار، طبعا ده القاهرة الدولي. اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. أهم الصادرات المصرية حديثا: الخضروات، الآلات، السيارات، القطارات، طبعا عندنا الخضروات. أهم واردات مصر حديثا: الملابس، الحبوب، البلاستيك، الفواكه، طبعا أهم الواردات حديثا الحبوب. كانت مصر مركزا للتجارة عبر طريقين، هما طريق الحرير وطريق التوابل، المنسوجات، الإصلاح، ولا الصين؟ طبعا طريق التوابل. أرسلت الملكة حتشبسوت بعثات تجارية إلى بلاد العراق، بونت، الصين، الهند، طبعا إلى إيه؟ بلاد بونت. كانت مصر قديما تصدر العطور، الحرير، البخور، ورق البردي، طبعا الإجابة ورق البردي. اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة. كان لمصر قديما علاقات تجارية مع حضارات الصين، عن الإجابة هتبقى صح. تعد الإسكندرية من أهم محطات طريق التوابل قديما، عندنا الإسكندرية أهم محطة في طريق التوابل قديما، الإجابة صواب. طريق الحرير ربط مصر بقارات العالم القديم وحضارته، الإجابة صواب. صدرت مصر قديما ورق البردي والكتان، الإجابة صواب. طيب، من أهم صادرات مصر حاليا السيارات، لا ده أهم واردات مصر، يبقى الإجابة خطأ. تعد قناة السويس أحد أهم مصادر العملة الأجنبية بالنسبة لمصر حاليا، الإجابة عندنا صواب. صوب ما تحته خط. تعد قناة السويس أهم طريق بري في العالم، قناة السويس أهم طريق بحري في العالم. طيب، بلاد بونت قديما تسمى حاليا اليمن، لا بلاد بونت قديما تسمى حاليا الصومال. أكمل العبارات التالية. من أهم الصادرات المصرية حديثا، أهم الصادرات حديثا طبعا الخضروات. الفرق بين قيمة الصادرات وقيمة الواردات للدولة يعرف باسم الميزان التجاري. أجب عما يلي. طريق التوابل، عرف طريق التوابل، هنقول طريق مهم جدا لنقل التوابل من آسيا إلى الإسكندرية ومنها إلى مارسيليا بفرنسا وباقي دول أوروبا. ما المقصود بالميزان التجاري؟ هو الفرق بين عندنا الصادرات والواردات. اكتب دليلا واحدا على صحة العبارة التالية. ازدهار التجارة في عهد الملكة حتشبسوت. عندنا الملكة حتشبسوت كان مشهورة انها ارسلت بعثة تجارية الى بلاد بونت وسجلت تفاصيل هذه الرحلة على جدران معبد حتشبسوت بالاقصر. تمتلك مصر العديد من المطارات الدولية، فما أشهر مطارين في مصر؟ طبعا عندنا مطار القاهرة ومطار شرم الشيخ. اكتب سببا واحدا لحدوث عجز في الميزان التجاري المصري، هتقول بسبب زيادة الواردات عن قيمة الصادرات. اختبر نفسك للتجارة في بلدي. طيب، أمامك خريطة صماء لمصر، اكتب مدلول الأرقام عليها. 1 يشير نقط إلى مطار القاهرة، هندور على القاهرة على الخريطة نلاقيها تحت الدلتا على طول، يبقى ده رقم 4. يشير رقم نقط إلى مطار شرم الشيخ، هندور على شبه جزيرة سيناء ويبقى على طول في جنوبها، ده رقم 3. يشير رقم نقط إلى قناة السويس، عندنا إيه؟ يشير رقم 2 إلى قناة السويس. رقم 4 يشير إلى ميناء اسكندرية، هتقول رقم إيه؟ يشير إلى ميناء الإسكندرية، ده رقم 1 يشير إلى ميناء الإسكندرية. ما المقصود بطريق الحرير؟ هنقول إن طريق الحرير ده طريق مهم جدا وتجاري يربط مصر بحضارات الهند والعراق والصين. صوب ما تحته خط. كانت بلاد النوبة تتواصل مع مصر عن طريق البحر المتوسط، لا كان بلاد النوبة تتواصل مع مصر عن طريق البحر المتوسط، لا كان اليونان والرومان. اشتهرت مصر قديما بتصدير الحرير، عندنا لا قديما بتصدير الكتان. قناة السويس تعتبر أهم طريق بري في العالم، لا قناة السويس أهم طريق عندنا بحري في العالم. نظمت الملكة نفرتيتي رحلة تجارية إلى بلاد بونت، عندنا نظمت الملكة حتشبسوت رحلة تجارية إلى بلاد بونت. ما النتائج المترتبة على زيادة حجم الصادرات عن الواردات؟ هيترتب عليها طبعا قوة الميزان التجاري، وسيكون الميزان التجاري في صالح الدولة ووجود فائض في الميزان التجاري.
اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة. كانت مصر قديما تستورد الأواني الزجاجية؟ لا، عندنا مصر قديما كانت تصدر، تبقى الإجابة غلط. موقع مصر الجغرافي ساعد على دعم اقتصادها؟ الإجابة صواب. كانت تتم تجارة التوابل من خلال طريق الحرير؟ يعني عايز أقول لك طريق الحرير وطريق التوابل واحد؟ لا، الإجابة خطأ طبعا. طيب أجب عن السؤالين التاليين. ما العلاقة بين قناة السويس والتجارة؟ العلاقة ما بينهم اللي قناة السويس ممر تجاري وملاحي هام تستخدمه السفن للمرور بين الشرق والغرب ومصدر للدخل القومي. كيف يمكن تحقيق الفائض في الميزان التجاري لمصر؟ طبعا عن طريق زيادة الإنتاج وتقليل الاستيراد من الخارج وتشجيع شراء المنتجات المصرية. وبكده انتهينا من أسئلة درس التجارة في بلدي للصف الخامس. يا ريت تدعمونا باشتراك في القناة لو سمحتوا.